استعداد زينة هنا بالدوحة. عندنا ملاعب زينة يعني نتمرن فيه. شوية جو رطوبة، بس هاي زين يعني الجسم. ونحن تقريبا 20 لاعب هنا بالدوحة نتمرن، نسوي شغل مع المدرب ونجهز نفسنا للمباراة المهمة اللي جاية ضد عمان وضد الكويت، وإن شاء الله نفرح الشعب العراقي. رسالتي للجمهور العراقي: تعالوا دعمونا يعني بالملعب، ونشوف إن شاء الله الملعب فول، لأن نريد المساندة لنوصل لكأس العالم. دوسكي أمير، see you in بصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعدادات جيدة على قدم وساق. اللاعبين جميعا يبذلون قصارى جهدهم من أجل إثبات الذات، وهذا الشيء أنا أعتبره يصب في مصلحة منتخبنا الوطني. اليوم جميع المراكز عليها منافسة من قبل جميع اللاعبين من أجل تمثيل العراق خير تمثيل في المباراتين القادمتين. طموح كل اللاعبين أنه يقدمون كل ما عندهم في سبيل إسعاد الجماهير العراقية، وأن نكون على قدر المسؤولية إن شاء الله. كل اللاعبين طموحهم أنه يمثلون المنتخب الوطني خير تمثيل، فمنافسة شريفة بعيدة عن أي شيء آخر. فقط احنا نركز بداخل الملعب وشلون نقدم في سبيل تمثيل المنتخب الوطني. نعم، صراحة أنا صح كنت بعيد عن المنتخب، لكن بنفس الوقت أنا متابع للمنتخب الوطني، متابع للكادر التدريبي ولجميع اللاعبين. صراحة أشوف هذه النوعية من اللاعبين نوعية متميزة وجودة. صراحة تبقى الاختيارات للكادر التدريبي في اختيار الأفضل في سبيل الحلم الوصول إلى تصفيات كأس العالم إن شاء الله. جماهيرنا العزيزة تعطينا دائما دافع معنوي مهم في سبيل تحقيق النتائج الطيبة والأداء الطيب اللي يليق بسمعة الكرة العراقية إن شاء الله.